طبعا ناخد البطوله الافريقيه السوبر الافريقي ان شاء الله، ونفتح صفحه جديده لجمهور النادي الاهلي اللي هو بيحب النادي الاهلي، اللي احنا عشان الموضوع الهزائم اللي احنا حزناها ديت طبعا كان في عوامل بتقابلنا كتير قوي. ايه هي؟ كان عندنا اصابات كتيره طبعا، ما حدش يعرف ان كان عندنا اصابات. كل مباراه فيه 2 مصابين، يبقى المدير الفني غصب عنه اما بيحط لاعب تاني جديد في الملعب غصب عنه. وان شاء الله انا بوعد جمهور الاهلي بامر الله ان شاء الله، بامره هو اللي احنا ناخد كاس السوبر الافريقي ان شاء الله بكره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استعداداتك يوم الماتش بقى، يوم الماتش بتبقى فين وبتعمل ايه؟ يوم الماتش ده بالواحد طبعا بيبقى حاجه جواه لوحده كده، بيركز في شغله وبيركز في المباراه ان عشان ربنا كرمنا الاول، وبعد المباراه ان شاء الله هنفرح كلنا ان شاء الله. شايف ان المباراه دي هتكون بجمهور، شايف ان هي هتكون دافع للاهلي ان هو يفوز بالبطوله؟ ان شاء الله. ده جمهور طبعا اضافه نمره واحد طبعا للفرقه وبيقدم الفرقه. طبعا احنا ما بنلعب المباريات اللي قبل كده من غير جمهور، كنا بنلعب تقسيمه، ما بلعبش دوري عام، بلعب تقسيمه كاني في الملعب، لكن الجمهور ده بيدي حماس للاعيبه وبيدي روح، يبقى اللعيب غصب عنه اللي هو هيطلع اللي عنده كله عشان يسعد الناس في المدرجات.